السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح نديروا مع بعض وصفه تاع خبز الدار ولا خبز الكوشه ولا خبز العيد، كل واحد وش يقوله. راح نديروه بطريقه سهله، يجينا بزاف خفيف، يجي هايل. كما قلت لكم يجي خفيف ريشه اون ديري، يعني موسكوتشو ولا بريوش ماشي خبز. تبعوا معايا طريقه وان شاء الله تنال اعجابكم. هنا اذا كنتوا تشوفوني اول مره اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واذا عجبتكم وصفه تاع الخبز نتاعنا تاع نهار اليوم خديو لي جيم وكومونتير مشجع. هنايا فتحت لكم من الخبز نتاعنا هذا تاع نهار اليوم. شوفوا شحال يجي قطني، كما قلت لكم يجي خفيف ويجي بزاف بنين. انا كنت هنا درتو غير بالفارينه، يعني استعملت غير الفارينه ما استعملتش سميد. نروحوا للوصفه نتاعنا تاع نهار اليوم. هنا عندي انا درت هذه الكميه، يعني جاتني كميه لاباس بها. نتوما تقدروا يعني تقسموا المقادير. انا كنت درت كاس نتاع الحليب يكون دافي، كاس تاع الماء، كاس نص كاس نتاع الزيت، وعندي 3 مغارف نتاع السكر وملعقه نتاع الخميره. نخلطوهم كامل حتى يذوب لنا هذاك السكر، عفوا، ونضيفوا معاها بياض حبه بيض. انا استعملت البياض والصفار خليته باش ندهن به الوجه نتاع الخبز نتاعي. كما قلت لكم هنايا الخبز نتاعنا تقدروا يعني كاين اللي يشربوه ياكلوه مع قهوه حليب، كما كاين اللي يحطوه مع الفطور ولا العشاء. هنا اذا كنتوا استعملتوه باش يعني باش تشربوه مع قهوه حليب، زيدوا كميه تاع السكر باش يجيكم شويه حلو. هنا ضفت معاه كاس نتاع الفارينه، خلطت مليح ونخليه يخمر، نخليه تقريبا واحد 10 دقائق حتى يعني اذا كنا في فصل الشتاء خليوه تقريبا واحد 10 دقائق تلقاو ضاعفت الكميه نتاعو. واذا اذا كنتوا في الصيف يعني تقريبا واحد 5 دقائق تلقاو هذيك الخميره تفاعلت مع هذوك المكونات. نجيو نحطوا هذيك الخميره، نحطوها مليح هكذا بالفوي ولا بملعقه خشبيه، ونبداو نضيفوه في الفارينه. انا هنايا ضفت الفارينه على ضربه، نتوما ما تضيفوهاش على ضربه، ضيفوها هكذا بالكميات قليله وخلطوا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه وتكون شويه تلصق في اليد. هكذا انا ضفت هنايا الفارينه وضفت معاها ملعقه صغيره نتاع الملح، يعني الملح ضيفوه على حسب الذوق. اذا كاين اللي يحبوا الماكله تكون شويه مسوسه، كما كاين اللي يحبوها تكون شويه زايده ملح. هكذا نلموا العجينه تاعنا حتى نتحصلوا كما قلت لكم على العجينه تكون شويه. شوفوا هنا يتلصق في اليد. هنا واش ندير، نحطها ونجي نلمها برك، نلموها هكذا بيدينا حتى يعني يتمازج لنا كامل هذاك الملح مع هذوك مع الفرينه نتاعنا، يعني مش ما تجيناش بلاصه ملحه وبلاصه مسوسه. هكذا بعد ما لمينا عجننا هذاك العجين تاعنا تاع الخبز نحطوه ونخليوه يخمر حتى يضاعف لنا الحجم نتاعو. هنا بعد مخمرت لي هذيك العجينه، هنا نشمخو يدنا بكميه قليله نتاع الزيت ونجيو نحطوا لها الخميره. كما راكم تشوفوا ما عجنتوش كامل، دوك تشوفوا يعني كيفاش يجينا، شحال يجينا خفيف. انا كنت حطيت هنا ورق الطهي وحطيت له كميه نتاع الزيت. اذا ما كانش عندكم ورق الطهي حطوا في الصينيه نتاعكم الزيت وفتحوا العجينه نتاعكم. نفتحوها هنايا تكون رقيقه، يعني ماشي رقيقه بزاف، تقريبا واحد 1 سنتيمتر حتى لواحد ونص. العجينه نتاعنا راح تخمر وكنزيدو نحطوها طيب، راح تزيد تطلع لنا ويجينا الخبز نتاعنا يجينا عالي ويجينا خفيف. هكذا نفتحوا العجينه نتاعنا. دونك نخلي لكم الطول والعرض نتاع الصينيه نتاعي في صندوق الوصف. هكذا نجيو نفتحوا العجينه نتاعنا. هنا اذا كانت تعبتكم خليوها ترتاح شويه وزيدوا فتحوها هكذا. هنا عندي هذاك عفوا صفار الحبه تاع البيض، ضفت له كميه نتاع ملعقه نتاع الحليب باش يمشي لي برك في العجينه نتاعي، ونجي ندهن كامل الوجه نتاع العجينه نتاعنا هذيك. هنا ندهنوها بصفار البيض قبل ما نخليوها تخمر. هنا نعرفوا العجينه كي تكون خمرت، اذا حبطنا لها يعني اذا مسيناها بزاف راح يحبط لها هذيك الخميره. نجي ندير هكذا يعني بفرشيطه
نزينوها هكذا من الفوق. وعندي هنايا كميه نتاع حبه الحلاوه نجي نزين بها من الفوق هي والسانوج. اذا كان عندكم الجلجلان تقدروا ديروا سانوج وحده كما تقدروا ديروا جلجلان وحده هكذا، ونخليوها تخمر عفوا حتى يضاعف لي الحجم نتاعها. نخليوها تخمر مليح. اذا كنتوا يعني في الشتاء انا واش ندير عفوا، انا هنايا نسخن الفرن تاعي مليح ونطفيه وندخل هذاك الخبز نتاعي ندخلوه حتى يطلع لي مليح باش نخرجه من الفرن. وفي الطياب نتاعو عادي يعني سخنوا الفرن تاعنا من قبل مليح، ومن بعد ندخلوا الخبز نتاعنا ندخلوه في الرف الفوقاني ونخليوه يطيب لنا مليح حتى نشوفوا هذوك الاطراف نتاعنا ولاونا يعني طابو، باش نزيدو نحطوه لتحت ونخليوه نشعلوا له من الفوق ونخليوه يتحمر. وهذا هو النتيجه نتاع الخبز نتاعنا. شوفوا كيفاش يطلع شحال يجينا خفيف، تعرفوا واحد الريحه راهي واش نحكي لكم. ان شاء الله تجربوا الوصفه نتاع اليوم يجيكم بزاف خفيف ويجي هايل. كما قلت لكم اذا حبيتوا ديروه حلو يعني القهوه حليب ضيفوا له كميه تاع السكر ولا دهنوه من الفوق بشويه نتاع العسل ولا مربى. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاع اليوم. انا بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحتكم، نتلاقاو في وصفه ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.